الحمد لله رب العالمين التواب الرحيم مالك السماوات والأرض كل شيء بيديه لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ينظر إلى العباد متى شاء وكيف شاء وعلى الوجه الذي يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يفتح على من شاء لأن المشيئة مشيئته والأمر أمره والملكوت ملكوته أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يعطي المذنبين من رحماته ويتوب على التائبين بمغفرته وعطاءاته يقول للعباد أنا الذي أغفر الذنوب جميعا واستغفروني فإني غفار لمن استغفرني يا عبادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال له سيدنا موسى رباه متى أعلم أنك قد رضيت عني يا الله وكلنا يطلب رضاه فالعطايا عطاياه. قال يا موسى إذا طلبت رضائي فارض أنت بقضائي. إذا طلبت رضائي فارض أنت بقضائي. إذا طلبت رضاي فكن راضيا بما قسمته لك وما فرضته عليك. قال رباه أريد أن أذكرك يا إلهي. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل العباد يقولون لا إله إلا الله أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى أما علمت أنه إذا وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأراضين بمن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا سيدي أبا القاسم يا رسول الله علمتنا كيف تكون رجولة الرجال وتمسك الأبطال. فقلت وأنت الحبيب إلى القلوب تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها الحبيب قال كتاب الله وعترتي وقال في الرواية الأخرى كتاب الله وسنتي وكلهم من معين رسول الله ينبع. أيها الأحباب الكرام لقد ربانا الإسلام على الرجولة. فأراد من المسلم أن يكون رجلا يصدق في عهده مع الله يطيع أمر الله لا يزحزحه عنه مزحزح
فقال عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحباب، أراد الواحد الوهاب أن يكون المسلم رجلا في كل مكان لا يحركه عن خلف عهد الله، ولا يتحرك أحد إلا بأمر ربه ومولاه وطاعة نبيه ومصطفاه. لذلك مدح الله أهل الطاعة من الرجال فقال: في بيوت نزن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تركوا لهم في الحياة آثارا، لأنهم يعلموا أن ما يفعلونه في الحياة هو مكتوب عند من؟ عند الله، ومعلوم عند الله، ومشهود تشهد به المواقع والأماكن. لذلك فإنه حثنا على أن يكون المسلم رجلا ذا أثر في مجتمعه. نعم، لا بد للمسلم أن يترك في مجتمعه أثرا طيبا لا أثرا خبيثا، لأن الآثار الطيبة التي تترك يقال: كان هنا رجلا مر وترك لنا أثرا. يعيش الناس في الحياة ثم تنقضي أعمارهم، فميت لا أثر له، وميت وقد ترك ذكرا حسنا، وميت ولم يترك إلا آثارا سيئة. لكن الله حينما أراد أن يعلمكم أنتم يا أمة الإسلام أمركم أن تذكروا كل فعل طيب، وتذكروا كل أمر طيب، وتفعلوا كل أمر طيب، وتسلكوا كل نهج طيب وكل طريق طيب، لأن ذلك مشهود عند الله ومعلوم عند الله. يكفي أن تستمع إلى قول الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. إلى أولئك الذين يفعلون المعاصي ماذا ستتركون من آثار تحاسبون عليها؟ إلى أولئك الذين يشهدون الزور متى ستتركون أثرا طيبا في الحياة؟ إلى الذين يضيعون حقوق العباد هذه آثاركم قد كتبت عليكم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوقف العبد بين يدي الله ويحاسب على كل أثر تركه في الحياة. استمعوا إلى قول الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. كل شيء مكتوب،
كل شيء معروض ستتحدث به الأرض حينما عليها نذهب ونعود. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث بأمر من؟ بأمر من؟ بأن ربك أوحى لها. أوحى لها أن تتحدث بأفعال الرجال، أوحى لها أن تقول ها هنا مر بنا من قال لا إله إلا الله، أوحى لها أن تقول ها هنا سرق فلان، وها هنا زنى فلان، وها هنا أذنب فلان، وها هنا أكل فلان حق فلان، وها هنا عير فلان فلان، وها هنا سب فلان فلان. لذلك أحيانا حين نموت ونقف وتريد أو نريد أن ندفن في مقابرنا، إذا كان أثر الإنسان في الحياة سيئة وجيء به ليدفن في قبر من القبور، صرخت تلك الأرض وقالت أستحلفكم بالله العزيز الغفور لا تدفنوا هذا العاصي في، فلطالما كثرت ذنوب هذا العبد، أسألكم بالله أن تبعدوه عني. وليس الأثر مكتوب أو معروض فقط، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك لما تقرأ في القرآن الكريم تجد الحق سبحانه وتعالى يقول للنبي الكريم واذكر عبادنا. انتبه، اذكر من؟ اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ويقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. شوف الأثر، شوف الأثر اللي ربنا سبحانه وتعالى يقوله عن عباده المؤمنين، ويقول أيضا عن واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. طب وماذا قال عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. لماذا رفع الله للحبيب ذكره؟ لكثرة آثاره. حين كان خلقه القرآن، ومدحه الواحد الديان فقال وإنك لعلى خلق، فبلغ الغاية والكمال في الخلق. فإذا أردت أن تقتدي بالحبيب فخلق أخلاقك من أخلاق الحبيب. من العجيب أنه حينما يتحدث عن شق صدره قال جاءني الملكان فأضجعاني، وقال أحدهما للآخر زنه برجل من أمته. انظروا إلى مواقفه. فوزنني برجل فرجحته. قال زنه ب10 من أمته. فوزنني ب10 فرجحتهم. قال زنه ب100 من أمته. فوزنني ب100 فرجحتهم. قال زنه ب1000 من أمته. فوزنني ب1000 فرجحتهم. قال دعه فوالذي نفسي بيديه لو وزنته بالأمة كلها لرجعهم محمد. نرجع إلى الله ونتوب إليه، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبوا إلى الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اتركوا آثاراً حسنة كما تركها الحبيب. كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وقد غفر الله له، وحينما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبداً شكورا. وعلى أثر رسول الله اقتدى أبي بكر الصديق. قال عنه الحبيب: لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة من؟ أبي بكر الصديق. هذا الكلام لا يقال اعتباطا، ولكن يقال لإيمان رسخ في نفس سيدنا أبو بكر. عدد معي ماذا قال عنه الحبيب. قال: السلام يقرئك السلام ويقول لك: أقرئ أبا بكر منا السلام وأخبره أن الله رضي عنه، فهل هو راض عن الله؟ وأخبره أن الله رضي عنه، فهل هو راض عن الله؟ لم يغتر الصديق، وإنما قال: لا آمن مكر ربي ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. اسمع من الآثار الطيبة. لما سئل الحبيب عن الحبيب، سأله الحبيب: ماذا تحب من الدنيا يا أبا بكر؟ قال الحبيب للحبيب: أحب من الدنيا ثلاثا يا رسول الله: نظري إليك، وجلوسي بين يديك، وإنفاق مالي عليك. ولما مرض الحبيب زاره أبو بكر الحبيب فقال: والقلب يود الطيب من رؤية الحبيب. مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. وساق كساق ابن مسعود تثقل الجبال. نظر الحبيب إليها وقال: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفسي بيديه إن ساق ابن مسعود تعدل عند الله أثقل من جبل أحد. بماذا؟ بالكلام أم بالآثار والأفعال أم بتحري الحلال أم بالاستجابة لله الواحد الديان أم بطاعة الرسول في كل وقت وآن؟ اسمع. منصور بن عمار كان يعظ الناس ذات يوم، وكان هناك عبد ليهودي أخذ من اليهودي 4 دراهم ليشتري شيئا، لكن قلبه ونفسه ألقته أمام منصور وهو يعز. وهو في قلب الموعظة وقف رجل وقال: يا إمام، أريد 4 دراهم يا إمام. فقال منصور بن عمار: انظروا للآثار الطيبة التي تترك أثرا طيبا. قال منصور بن عمار: من أعطى هذا 4 دراهم دعوت له 4 دعوات. فقام عبد اليهودي وقال: أنا أعطيه الدراهم، وأعطاه الدراهم. قال: يا إمام، ادعو الله لي أن أرزقني العتق وأن أكون حرا. يبقى الدعوة الأولانية ادعي لي إن أنا نبقى إيه؟
يبقى حر. وأما الدعوة الثانية: ادعو الله أن يخلف علي في هذه الدراهم من فضله، الصدقة تنمو. شوفوا الأثر. وأما الثالثة: فادعوا الله أن يغفر لي ذنوبي. وأما الرابعة: فادعوا الله لسيدي أن يدخل الإسلام. وحدة الله، 4 دعوات. وعاد العبد إلى سيده فوقف أمامه وقد تأخر عليه، فقال له سيده: ما الذي حملك على هذا التأخير؟ قال: يا سيدي، أحببت أن أجلس في مجلس منصور ابن عمار، فجلست وهو يقول كلاما طيبا، فوقف رجل وقال: أريد 4 دراهم. فقال منصور ابن عمار: من أعطاه الدراهم 4 دعوت له 4 دعوات. قال: وما هي؟ قال: أما الأولى دعوته أن يرزقني الله أن أكون حرا. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. قال: هذه واحدة. قال: وأما الثانية دعوت الله أن يخلف علي صدقاتي 4 دراهم من فضله وكرمه. قال: قد وهبتك 4000 درهم. قال: وأما الثالثة فدعوت الله أن يدخلك في الإسلام. فنطق اليهودي بقدرة الواحد الديان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: وما الرابعة؟ قال: أما عن الرابعة فقد دعوت الله أن يغفر لي ذنوبي. قال: أما أنا فقد أعطيتك ما أقدر عليه، وأما هذه فلا أقدر عليها، وإنما يقدر عليها من؟ يقدر عليها الله. ونام ذلك الذي أسلم فجاءه في المنام أن: يا عبد الله قم، قد فعلت ما تقدر عليه، ووهبت العبد حرية، ووهبته المال، وأسلمت لله الواحد الديان. قد فعلت ما في مقدورك، والله يفعل ما في مقدوره. قم أيها العبد الذي أسلم وأخبر ذلك العبد أني قد غفرت له، وغفرت لواعظه، وغفرت لك، وغفرت للعبد، وغفرت للسامعين أجمعين حتى يلقوا الله الكريم. أيها الأحباب الكرام، معنا أم كريمة نسأل الله لها مغفرة وفضلا. كانت تقوم على خدمة بيت من بيوت الله، صبرت على المرض وتحملت، سألت الله أن يمنحها الخير، وها هي تحضر في يوم جمعة في مسجد من مساجد ربها، تسأله رحمته وترجو غفرانه وتطلب عطاءه ورحمته. الله أسأل أن يغفر لها ويرحمها، وأن يعافها ويعفو عنها، وأن يكرم نزلها، وأن يوسع مدخلها، وأن يغسلها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم إنا جئناك شفعاء فشفعنا فيها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أمن بلادنا، وأن تنعم على مصرنا بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام.
اللهم ارض عنا وارض عن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا، وارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سادتنا أصحاب هذا المقام سيدي شبل والشهداء الأبرار. اللهم أدم علينا نعمة وخدمة ومحبة آل بيت النبي المختار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تلحقنا برسول الله وبآل بيت رسول الله، وأن تشفعه فينا يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.